السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهاردة حابة اوريكم اني سبب تأخير عنكم الايام اللي فاتت. الحمد لله الحمد لله الذي نجانا. كان عندنا حريق جامد جدا. بصوا الحريق كان في سطح الجيران زي ما انتوا شايفين كده. لو الصورة واضحة، عندهم فرن خبيز. فرن الخبيز دي فضلت ولعة بعد ما الناس خبزت. الناس عادة عندنا هنا في الصعيد بتخبز الصبح بدري، فالنار فضلت ولعة لحد في الفرن لحد الساعة 3. بصوا ده الوقيد والعفش ده اللي الناس بتخبز بيه. النار يعني فضلت ماشية على البوص والقش ده لغاية ما مسكت فيه. وفجأة احنا قاعدين ولا يعني في بالنا ربنا يكفينا ويكفيكم يا رب شر الغفلة. كانت خضة جامدة جدا. انا ليا 3 ايام من الخضة ومنظر النار رهيب، ما بنامش. منظر النار كلت البيت جيراننا، وكلت احنا الشبابيك بتاعت بيتنا. ده بيتنا. بصوا التكييف، كلت التكييف يعني ما لحقناش نفرح بيه بصراحة. كلت التكييف خالص ونزلت على جيراننا التانيين، جيراننا وجيران جيراننا. انا لو يا ريت الصورة تكون واضحة اكتر عن كده. بصوا اغلب سطوح الناس اللي في الصعيد وفي الارياف بتبقى مخصصة بوص فوق السطوح بتاعهم. النار فضلت تمسك من بيت لبيت لبيت لبيت، حوالي 3-4 بيوت وكلتهم النار. واحنا كلت شبابيك الشقق بتاعتنا وكلت الستاير. والحمد لله يعني كانت الحمد لله امور يعني بسيطة في شققنا. يعني كلت الستاير وكلت عند سلفتي كلت الانتريه وكلت الشباك خالص. وعند سلفتي التانية كلت برضو نفس الشباك والستاير ونزلت على المجلس العربي. وانا عندي كلت الشباك وسيحت خالص التكييف ده. الراجل بتاع التكييف لما جابوا جوزي يصلح التكييف او يشوف فيه ايه، يعني لا يعمل ماس كهربائي ولا حاجة. بعد ما خلصت النار بصوا منظر النار. بصوا واكله اوضه بحالها بالسقف بتاعها. بصوا النار منظرها عامل ازاي. بصوا كل البيوت دي الحاجات اللي من فوق دي كان فوقها البوص بتاع القش بتاع الذره. لما الناس بتيجي تحصده بتخزن البوص والقش ده فوق السطوح عشان تخبز بيه. اغلب الارياف كلها عندهم افران اللي هي بالطين اللي بالشكل ده، اللي زي اللي انتوا شايفينها دي اهي زي دي، بس طبعا اتاكلت. فانا اللي كان صعبان عليا جدا اكتر حاجه انا الطيور اللي ماتت حيه، اتحرقت وماتت حيه. طيور كان في جيراننا جايبين كميه طيور كتيره جدا جدا، كلها ماتت محروقه، ماتت حيه، كانت بتكاكي وكده وماتت حيه. وفي جيراننا التانيين كانوا جايبين معز وكده برضو اتحرقت. فكانت الخساره شديده جدا. جوزي احنا في البيت بتاعنا 6 ادوار. الدور السادس النار كان جوزي ماسك الخرطوم من فوق من سطوح بيتنا. النار وصلت جوزي حرقت ايده، بس الحمد لله بسيطة. الحمد لله ان ربنا قدر ولطف من ماسك الخرطوم. والناس كانت بصوا الاعمدة دي، كانت الناس الرجالة راكبة فوق الاعمدة عشان تطفي. وكانت المية عشان كل البيوت دي مشغلة المية في وقت واحد، كانت المية ضعيفة في اليوم جدا. الحريق كان اول امبارح بالظبط. فضلت النار مولعة من الساعة 3 العصر لحد الساعة 5. أنا أعصابي باظت جدا 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 وجالي انهيار وأغمى عليا وجابولي أكسجين بتاع ده أنبوبة أكسجين علشان مش كنتش قادرة أتنفس من كتر شدة الدخان. أنا خلاص اتشهدت وقلت لي خلاص كده دي النهاية والأجل انتهى خلاص على كده. نزلت ولادي في الشارع. طبعا ما هنش علي إن أنا أسيب جوزي بيطفي النار وحده في بيتنا وكده. فالنار دخلت على شققنا، فجوزي كان وسط الشقق مش عارف يطفي شقته ولا شقة اخوه ولا شقة قصدي سيلفي ولا شقة اخوه التاني. فكان المنظر رهيب. انا قلت خلاص كده دي النهاية. النار عمالة تزيد ما بتقلش. وفين لما جات لنا المطافي. الحمد لله اللي جت على قد كده. الحمد لله اني جت في التكييف الحمد لله. والحمد لله بصوا التكييف مفكوك بالشكل ده ازاي. يعني هياخد له مبلغ ضخم لان هو اتدمر نهائيا. هو تكييفي وتكييف برضو سلفتي.
فالحمد لله. بصوا لو كانت كمان النار مسكت في الحتة دي، على فكرة ده يعني يعتبر ده كانوا مطلعينه، كان ما حصلش نار قوي، لكن كانت نار بشكل في الجزئية دي بشكل رهيب 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 جدا. اللهم أجرنا من النار في الدنيا وفي الآخرة. والفيديو ده أنا مش عايزاكم تتشائموا مني، لأن أنا بقول لكم على كل اللي بيحصل في حياتي يعني لحظة بلحظة. دعواتكم ربنا يلطف بالناس جميعا يا رب، بينا وبالناس جميعا، وده سبب غيابي. اللهم أجرنا من النار. أنا كنت بتشاهد وأقول اللهم أجرنا من النار، وحاسة إن خلاص يعني قلت لجوزي يلا ناخد العيال ونمشي، خلاص مش هنقدر نطفيها خالص. فالحمد لله. وانا كان على السطح بتاعي اللي كان مخوفني، كان على السطح انبوبتين فوق السطح، واحدة في الفرن واحدة جنبيها. النار كانت مفيش متر ما بينها وبين النار، كانت ممكن تفرقع الانبوبة. انا كنت قاعدة حاطة ايدي على وداني وبصرخ بشكل هستيري، كنت حاسة انها الحاجة هتنفجر في اي لحظة. الحمد لله الحمد لله اللي جت على كده، وده سبب تأخيري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعواتكم لينا بقى ربنا يكفينا شر الغفلات وشر الكوارث والمصايب اللي بالشكل ده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.